المتابعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نطل عليكم اليوم عبر إذاعة إيرنا الدولية من باريس، وفي حلقة جديدة من حلقات برنامج تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم للأزمة الصومالية الأثيوبية وتداعياتها المستحدثة وتطوراتها في الآونة الأخيرة. وأفريقيا أو القرن الإفريقي ما أن تخبو نار أزمة إلا وتشتعل مرة أخرى في منطقة أو في زاوية من زواياه. آخر هذه الأزمات كانت الأزمة الصومالية الأثيوبية التي اندلعت مطلع العام الحالي أو العام الماضي، نستطيع أن نقول باعتبار أننا في خواتيم هذا العام. وسبب اندلاعها كما تعرفون أنه هي مذكرة التفاهم التي وقعتها أثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي بسبب الحصول على منفذ بحري لأثيوبيا مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم. وثنايا هذه الأزمة شهدت تجاذبات، استدعاء سفير، طرد سفير، تحالفات، قمم تصالحات، قمم تحالفات إلى غير ذلك. وكانت تركيا هي الراعية لهذه القمم التصالحية، فقد عقدت تركيا جولتين من المفاوضات في الصيف الماضي. الجولة الأولى والثانية كلها باءت بالفشل، ثم آثرت تركيا التريث وأجلت الجولة الثالثة إلى أجل غير مسمى، وذلك حسب ما قالت وقتها أنه لتنقية الأجواء وتصفيتها. لكننا فوجئنا في 11 من ديسمبر الحالي بقمة ثلاثية بين الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود ورئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد، وكذلك راعي القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تمخض عن هذه القمة حسب ما وصف الرئيس التركي المصالحة التاريخية بين الدولتين، واتفاق الدولتين على حل الخلافات بينهما بصورة ودية، والشروع في عمل مشترك أو مفاوضات مشتركة تكون مبنية على التفاهم وحسن النية منذ فبراير القادم، وأن يتوصل الطرفان في نهاية المطاف إلى اتفاقية تضمن لأثيوبيا الوصول إلى المنافذ البحرية للأغراض التجارية السلمية. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، وأيضا مشاهدي إذاعة إيرنا عبر قناة اليوتيوب، يسعدني في هذا اليوم أن أستضيف الأستاذ عبد الرحمن سيد أبو هاشم، المحلل في شؤون القرن الإفريقي والناشط الحقوقي الإريتري المعروف من حيث يقيم في بريطانيا، لنتفاكر ونتناقش في هذا الموضوع. أستاذ عبد الرحمن، أهلا ومرحبا بك. فأنت لست ضيفا وإنما نحن ربما الضيوف، لأنك أطليت على هذه الإذاعة أكثر من على هذه الشاشة أكثر من مرة. وكما يقول الشاعر: يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فحقيقة أنت رب المنزل. أسعد كثيرا باستضافتك وأشكرك على تلبية الدعوة، وأهلا ومرحبا بك أستاذ الكريم. أهلا ومرحبا بك أخي أستاذ إدريس وكل مستمعي إيرينا والمشاهدين لقناة اليوتيوب التابعة لإيرينا، وشكرا كثير أيضا على الكلمات الطيبة والمقدمة المفيدة. شكرا أستاذنا، ونذلف إلى اللقاء. أستاذ عبد الرحمن سيد أبو هاشم، كما تعلم أستاذ الفاضل، هنالك حضور طاغي لتركيا في الإقليم، وعلى وجه الخصوص في منطقة القرن الإفريقي. ترى ما هو تركيا إلى ماذا تهدف من هذا الحضور الطاغي والمتمركز في المنطقة والتغلغل في مشاكل وقضايا وشؤون المنطقة بشكل عام؟ فرأينا أن تركيا يعني لها وجود في الصومال حقيقة، لكن وجودها في أثيوبيا كذلك موجود بالنسبة للأمور يعني شراكاتها الاقتصادية. لكن في النهاية السؤال الذي يطرح نفسه: إلى ماذا تهدف تركيا؟ ماذا تريد أن تصل إلى ماذا تريد أن تصل تركيا من هذا التغلغل أو الاهتمام بالقرن الإفريقي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تركيا طبعا دولة محورية إقليمية،
ولها مصالح على مستوى المنطقة، منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، وربما أبعد من القرن الأفريقي امتدادا إلى الجمهوريات الآسيوية الوسطى، وكذلك إلى بلدان أفريقية أخرى، بالإضافة إلى أوروبا، حيث يتواجد الملايين من الأتراك في كثير من الدول الأوروبية الغربية، لا سيما ألمانيا. في حدود 4 ملايين تركي يعيشون هناك منذ فترات طويلة، وكذلك في كل دولة أوروبية غربية تجد جاليات تركية كبيرة وكثيرة وتعمل جاهدة. يعني الشعب التركي معروف عنه بالشعب المنتج، يعني industrious يسموه، يعني شعب منتج في كل المجالات الاقتصادية والصناعية وغيرها. فلهذا هذا طبيعي من الناحية المصالح، من ناحية المصالح أنه لتركيا مصالح دائما تمتد وتصل إلى قارات ومناطق مختلفة. الجانب الآخر لتركيا كذلك يعني أهداف استراتيجية، لأنه لأي دولة أن يكون لها أي دور فعال يجب أن تأخذ في الحسبان المجالات الاستراتيجية، لا سيما منها العسكرية. فلتركيا اتفاقية مع دولة الصومال أو جمهورية الصومال في الجانب العسكري والأمني، كذلك لها قاعدة عسكرية في الصومال، ويعني الصومال يستفيد من تركيا أيضا من ناحية التعليم والتدريب والتأهيل وبناء المؤسسات، وكذلك بناء البنية التحتية في الصومال. وهناك مصالح متبادلة بين الدولتين. كذلك لتركيا مصالح وعلاقات اقتصادية مع إثيوبيا، وتركيا تدرك أهمية إثيوبيا ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن أيضا من الناحية السياسية والدبلوماسية، لما لإثيوبيا من ثقل على المستوى الإفريقي، حيث يتواجد في العاصمة الإثيوبية مقر الاتحاد الأفريقي، وكذلك كل البعثات الأفريقية والعالمية والمؤسسات الدولية التي تعمل في أفريقيا تجعل من أثيوبيا مقرا لها. ولهذا تركيا تهتم بهذا الجانب. وقبل ربما أعوام قليلة مضت احتفلت تركيا بمرور أكثر من 100 عام من العلاقات الدبلوماسية مع أثيوبيا. فلهذا يعني لها اهتمام بدولة أثيوبيا. ومنذ اندلاع مشكلة الصومال وأثيوبيا سعت تركيا لتقريب الطرفين وللإصلاح ذات بينهم، ومن ثم الوصول إلى اتفاق مرضي للجميع. بطبيعة الحال التوقيع الذي تم بين حكومة أديس أبابا وحكومة إقليم أرض الصومال كان منافي لكل الأعراف الدولية والقانون الدولي، كذلك حتى عرف أو ميثاق الاتحاد الأفريقي التي يعني إثيوبيا تعتبر أحد المؤسسين لهذا الاتحاد والكتاب أو كمان المشاركين في صناعة هذا الميثاق. فكانت أول دولة يعني خالفت هذا الميثاق، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة وكل الأعراف الدولية والدبلوماسية. لم يكن لإثيوبيا أو لحكومة إثيوبيا أي سبب يعني الذهاب إلى مثل هذا المنحى، باعتبار أن إثيوبيا كان لها علاقات طيبة مع الصومال وكذلك مع إريتريا وكل الدول المطلة على البحر بما فيها جيبوتي وكينيا والسودان. فلم يمنع إثيوبيا أي من هذه الدول المطلة على البحار والمحيطات من استخدام الموانئ. لم تكن هناك أي إشكالية، لكن الإشكالية أتت عندما أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أن لدولته أو لإثيوبيا الحق في امتلاك ميناء بحري. هذا يعني معناها ابتلاع دولة أو أراضي تابعة لسيادة دولة معينة قائمة وذات سيادة. وهذا بالتأكيد شكل يعني أو بدأ يشكل مشكلة بين الحكومة الإثيوبية
والدول المطلة على البحر بما فيها الصومال وجيبوتي وإريتريا تحديدا، لأنه هذه هي الدول التي تعتبر أو يعتبرها حكام ونخب إثيوبيا أنها امتداد لإمبراطورية إثيوبيا الكبرى، وينبغي أن تكون تحت سيطرتها يعني. فمن هذا الباب طبعا بدأت المشاكل والمناوشات وفقدان الثقة التي كانت بدأت تتعافى بين الدول الثلاثة تحديدا الصومال وإريتريا وإثيوبيا. وجيبوتي لم تكن هناك أي إشكال فيها، باعتبار أن أكثر من 90 إلى 95% من الصادرات والواردات الإثيوبية تعبر عبر ميناء جيبوتي، فلم تكن هناك أي إشكالية لاستخدام الموانئ الموجودة. ولكن مع ذلك إثيوبيا اختارت الطريق السلبي، وهو محاولة امتلاك واقتطاع أراضي من سيادة دولة معينة. لكن فاجأت العالم بالتوقيع مع إقليم لم يعترف به حاليا أو حتى الآن دوليا، ولا يتمتع بأي صفة اعتبارية دولية، ويظل من الناحية القانونية أنه جزء من جمهورية الصومال. فأن توقع ومن ثم تتفق مع هذا الإقليم على امتلاك أو كمان تأجير يعني موقع على البحر بمسافة 20 كيلومتر مربع، ويكون ميناء للدولة الإثيوبية، ميناء تمتلكه هي وتستطيع أن تديره وتنشئ فيه القواعد البحرية وغيرها. هذا طبعا أدى إلى فعلا افتعال إشكال لم يكن له أي وجود، ولم يكون له أي أهمية من البداية أصلا يعني. ولكن تلاحظ أن هناك فعلا إثيوبيا الآن تعمل ليس لمصلحة إثيوبيا ويعني اهتمامها واحتياجاتها للموانئ، وإنما الآن هذا الحاكم الذي ممكن يحكم إثيوبيا يبدو أنه أصبح الآن جزء من مخططات تحاول إعادة ترسيم الحدود للقرن الأفريقي وللشرق الأوسط وغيرها. والآن بالتزامن مع هذا الأمر، مع صمته على هذا التوقيع المجافي للأعراف والقوانين، تجده أنه ينتظر ممكن إشارة من الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك مساعي حثيثة من بعض النخب الأمريكية أو الأعضاء البرلمان أو الكونغرس الأمريكي لإصدار قانون يعني يدفع الحكومة الأمريكية للاعتراف بدولة أو كمان بإقليم أرض الصومال كدولة ذات السيادة. فبالتالي يبدو كل هذه التحركات تأتي بالتزامن مع السياسات الخارجية والمصالح الخارجية، وليس بالضرورة مصالح إثيوبيا إقليم القرن الأفريقي. جميل، شكرا أستاذ عبد الرحمن. سيد أبو هاشم، وحقيقة كما تفضلت لعل يكون السبب لأنه توقيع المذكرة هذه سبقتها عدة خطوات تصعيدية على المنطقة كما تفضلت. كان من ضمنها أحقية مطالبة أثيوبيا بحقيتها في البحر الأحمر، كان من ضمنها أيضا تطوير القوات البحرية الأثيوبية، وكانت هنالك مجموعة من الدول أسندت إليها تطوير هذه القوات، إضافة إلى تلك التصريحات الاستفزازية التي كانت تقوم بها بعض النخب الأثيوبية بأحقيتها في البحر الأحمر. فمن هذا من المنطلق ربما كانت أثيوبيا مدفوعة، أو أبي أحمد كان مدفوعا بإما تحديات داخلية أو إما يعني رسم جديد للخارطة في منطقة القرن الإفريقي مدعومة من جهات خارجية كما تفضلت، بدليل أنه بعد هذا التوقيع لم تكن هنالك ردود أفعال قوية من جهات فاعلة دولية أو من الإرادة الدولية تجاه الخطوة التي اتخذتها أثيوبيا، اللهم إلا في إطار الإقليمي. يعني نحن شاهدنا بعد ذلك الاتفاقية المصرية الصومالية، الاتفاقية التعاون المشترك كما تفضلت في فبراير الماضي بين الصومال وتركيا لحماية السواحل الصومالية وأيضا للأغراض التجارية. وأيضا كان آخر تلك التحالفات قمة أسمر الثلاثية في أكتوبر الماضي. بخلاف ذلك حتى تصريحات الاتحاد الإفريقي حيال الأزمة كانت تصريحات هذيلة. هذا ما يوضح أن هنالك دوافع أخرى تقف وراء هذا التحرك أو هذه الاستفزازات أو هذه الخطوة التي قام بها بالأحرى رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد آنذاك أو في مطلع يناير الماضي.
أستاذ عبد الرحمن سيد أبو هاشم، بعد أن أطلعتنا على هذه المقدمة الجميلة، ترى ما هي الأسباب؟ يعني كيف ترى هذه الاتفاقية أو المصالحة الآن التي جاءت أولا بشكل مفاجئ بعد أن تم إعلان الجولة الثالثة من المفاوضات، دون أن يكون هنالك أي صدى إعلامي سابق لهذه الخطوة؟ أيضا كذلك من حيث التوقيت، ويا ترى ما هي أسباب صمودها إن كانت ستصمد، أو أسباب إخفاقاتها إن كانت ستخفق، ستكون يعني ستفشل؟ فهل هذه هي الاتفاقية الآن؟ على ماذا يدل توقيتها أو مفاجأتها؟ وفي نفس الوقت يعني التوقيت، وأيضا التكتم الإعلامي إلى حين الإعلان، خصوصا وأنها جاءت أيضا بعد دور تركي شهدناه، وكما يعلم الجميع، في تسارع خطوات انهيار أو سقوط نظام بشار الأسد في تركيا، عفوا في سوريا. فالسؤال باختصار أستاذ الكريم، يعني هذه المصالحة الآن من حيث توقيتها، من حيث مفاجأتها، من حيث صمودها أو عدم صمودها، كيف ترى أستاذ عبد الرحمن سيد أبو هاشم، وأنت المحلل في شؤون شؤون منطقة القرن الإفريقي؟ نعم، بالنسبة للصمود عادة الإنسان يعود إلى الأسباب أولا. الأسباب لم تكن فعلا مقنعة. أنا تحدثت في هذا الأمر في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موقع، وفوجئت صراحة عندما تم التوقيع في يناير الماضي مع إقليم أرض الصومال مع الرئيس لهذا الإقليم، وصلاحيته على فكرة كانت منتهية، وهو كان يحاول تمديد هذه الصلاحية يعني بالوعود لشعب أرض الصومال بأنه سيحقق لهم الاستقلال الكامل والاعتراف من قبل إثيوبيا وغيرها دوليا لاحقا. وكذلك رئيس وزراء إثيوبيا كان يعاني ولا زال يعاني من أزمات داخلية، وحتى تشكك في شرعيته لقيادة الدولة الإثيوبية. وحاليا طبعا له أزمة عميقة جدا مع الأمحرة، فهو الآن يحاول يعني إرضاء الأمحرة من خلال يعني الوعود بأنه سيمتلك ميناء على البحر. وهذا طبعا حلم كل أباطرة الأمحرة الذين أتوا من إقليم الأمحرة تحديدا، فهو يعرف هذا المرض وهذا نقطة الضعف عند الأمحرة. عندما أي حاكم يأتيهم بالبحر وبالمنفذ البحري، يعني بالنسبة لهم يعني لا يبالون، يعني حتى لو كان من خارج قوميتهم، يعني كما كان حال منغستو وغيره. لكن في كل الأحوال يعني من الناحية السياسية الأمور كانت على ما يرام كما يقال بين الصومال وإريتريا وجيبوتي وإثيوبيا، وكان حتى يتوقع المراقب أنه يمكن أن يفضي هذا يعني هذه العلاقات إلى نوع من الكونفدرالية، يعني ترابط يعني يكون كونفدرالي مع احترام سيادة كل دولة على حدودها، ولكن يكون هناك تكامل اقتصادي وسياسي، وحتى يصل إلى ما وصل إليه الاتحاد الأوروبي. كان متوقع هذا طبعا مع كل النواقص التي كانت فيه، يعني من حيث أن الحكام الذين كانوا يحاولون مثلا حتى لو كانوا جادين في هذا الجانب كانوا يحتاجون إلى إصلاحات داخلية في كل دولة، في إريتريا، إثيوبيا والصومال، وهم لم يكونوا على استعداد حتى على الأهلية الكافية للقيام بالإصلاحات الذاتية حتى يصلوا إلى الإصلاح الإقليمي. ولكن في كل الأحوال الطموح كان متوفر لدى الناس، حتى وإن كانوا هم يعني لهم فشل كبير في إدارة الدول، ولكن حتى التقارب في حد ذاته بين الرؤساء كان شيء يعني إيجابي، وكان يمكن أن يقود إلى تطورات أخرى تعود إلى المنطقة وإلى كل دولة في المنطقة بالأمن والاستقرار. هذا لكن لم تم هدمه كما أشرت إلى إثيوبيا ومساعيها يعني بناء قوات بحرية، ومن ثم أيضا إلى الادعاء بأن لها حق تاريخي افتقدته بسبب الوياني أو الهودج، وهو ميناء عصب، وكذلك العلاقات مع فرنسا تحديدا
يعني مرتبطة بتأهيل القوات البحرية الإثيوبية، ولفرنسا أيضا اهتمام باعتبار لها وجود عسكري، وتعتبر جيبوتي هي ضمن النفوذ الخارجية لفرنسا، أو ضمن الدول التابعة للنفوذ الفرنسي. ونحن نتحدث في هذا المجال في العلاقات الإثيوبية الفرنسية. بالأمس وصل إلى أديس أبابا رئيس فرنسا السيد ماكرون، ولا أستبعد أن هذه الأمور ستكون مطروحة. ربما تسعى إثيوبيا من خلال فرنسا وأمريكا إلى تعجيل الاعتراف بأرض الصومال، ومن ثم اتفاقية التفاهم التي وقعت في يناير الماضي تظل كما هي، ويتم تطويرها الآن من خلال التواصل مباشرة مع هرقيسة، باعتبار هي الآن الدولة ذات سيادة. هذا ممكن أن يحصل في العام الجديد بدعم أمريكي وفرنسي، وربما حتى بريطاني. والجانب الآخر لاتفاقية أنقرة هو أنها وإن حددت احترام سيادة كل دولة على أراضيها، وأيضا أشارت إلى نسيان كل ما مضى بما فيه الاتفاقية، لكن دون الإشارة المباشرة لهذه الاتفاقية. من الناحية الدبلوماسية نعم هي لغة دبلوماسية، ولكن من الناحية السياسية يمكن أن تعطي رئيس وزراء إثيوبيا حفظ ماء الوجه، ومن ثم أيضا الادعاء بأن الاتفاقية هي تعني دولة مغديشو، حكومة مغديشو، وتضمن أيضا ممكن مصالح إثيوبيا للوصول في البحر، لكن للاستخدامات التجارية وغيرها، دون المساس باتفاقية أديس حول ميناء بربرة أو منطقة بربرة وهرقيسة. فلهذا يعني ممكن تعطيه هذه الفرصة يعني أن يدعي أن الاتفاقية التي وقعها، لأنه رسميا وعلنيا لم يقل أنه خلاص تخلى عنها وهذيك أصبحت الآن يعني طي النسيان، وإنما يعني تم الإشارة إليها فقط. يعني كل المسائل الخلافية التي أدت بين الصومال وإثيوبيا هي الآن أصبحت من الماضي، وتركها والقيام وتكون هناك لجان فنية لتنفيذ الاتفاق. ففي هذا الإطار لأبي أحمد يستطيع أن يقول من الناحية الأولى أنه لم يتطرق إلى موضوع أرض الصومال، وقد أشار أحد قادة هذا الإقليم أن الاتفاقية لا تعنيهم هم، لأنه يعتبروا أنفسهم أنهم يعني دولة مستقلة، ومقديشو وأديس لهم الحق أن يتفقوا في أي مجال يروه مناسب للدولتين. يعني هذا جانب. الجانب الآخر يعني السيد أبي أحمد يستطيع أن يدخل ما توصل إليه أو ما كان يرغب فيه في اتفاقية التفاهم، يمكن أن تدرج ضمن المفاوضات التي الآن ستكون مع جمهورية الصومال وحكومة جمهورية الصومال. فهو ممكن أن يطالب أن يعطى يعني منفذ إلى بربرة، ولكن الجانب الصومالي يقول أن هذا منصوص عليه في الاتفاقية، لم ولن يكون إلا من خلال القوانين الدولية والأعراف الدولية التي تعطي الحق للدول الحبيسة أن يكون لها استخدام للموانئ، لكن هذا القانون يشير أيضا برضا واتفاق مع الدولة المطلة على البحر. فالجانب الصومالي واضح في هذا الجانب وليس له أي إشكال قانوني ولا يعني، لكن للجهة التي تحاول أن تراوغ وأن تلعب وتؤجل وتعجل الأمور حسب الضرورات، لكن دون يعني التغيير في نهجها التوسعي، فهذه قد تستطيع أن تقول مثل هذه الأمور أن الاتفاقية هذه جديدة تعني الحكومة في مقديشو، أما الاتفاقية الأولى هي كما هي. والأمر الآخر ربما لما تدخل في المفاوضات تحاول أن تدخل هذا البند في المفاوضات مع حكومة مقديشو، يعني في حال لم يتم
الاعتراف بأرض الصومال. ونحن الآن سمعنا وسائل الإعلام التابعة للنظام تمجد هذه الاتفاقية وتمدحها وتعتبرها أنها هي انتصار لأثيوبيا أو لحكومة أثيوبيا. ولذلك هي ربما تعتبر اتفاقية حمالة أوجه أستاذ سيد أبو هاشم، لأنه حتى لو كانت هنالك اتفاقيات مستقبلا حسب ما نصت المذكرة أو حسب ما جاء فيها، أنها كما تفضلت لابد أن تمر عبر القنوات الرسمية للدولة، أي بمعنى ربما يكون في ذلك تمييع مستقبلا حتى لو فشلت الاتفاقية ما بين أرض الصومال وأثيوبيا. خصوصا وأن أرض الصومال الرئيس عبد الرحمن أو عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن عبد الله عرو قال أنه الآن سيدرس الاتفاقية والمذكرة التفاهم. بدل في بداية الأمر هو أعلن أنه يوافق على مذكرة التفاهم التي وقعت بين الحكومة السابقة وأثيوبيا، ولكنه الآن قال أننا سندرس أو أنه سيدرس هذه الاتفاقية أو هذه المذكرة، ومن ثم سيبت فيها بشكل نهائي. هذا ربما يؤدي إلى نوع من الغموض في هذه المذكرة، خصوصا وكما تفضلت أستاذي أنها لم يعني تضمن بشكل أو لم يضمن الحديث فيها بشكل أو آخر بشكل في الاتفاقية. كما أن الاتفاقية نصت على استخدام الموانئ للأغراض التجارية أو التنموية فحسب، بمعنى أنها أهملت وأغفلت الجانب العسكري. هذا يقودنا احتمال إلى أنه في حالة ربما توافق الصومال بطريقة أو أخرى بضغوط من جهات أخرى سواء كانت تركيا أو غيرها على ما طلبته أثيوبيا من إقليم أرض الصومال، ولكن دون الوصول إلى الاعتراف بالإقليم وفي إطار الاتفاقيات التجارية والتنموية برضا من الحكومة الصومالية. خصوصا وأنه الآن التكهنات كلها تشير أستاذ عبد الرحمن سيد أبو هاشم على أن أثيوبيا ما دفعها إلى الاتفاق مع الصومال أو المصالحة هو أنها تواجه مشاكل داخلية، وأيضا لأنها يعني تريد أن تبوء أو أن تنجو بقواتها الموجودة في الصومال. يعني من ناحية اقتصادية تقول الدراسات أو التحليلات أن أثيوبيا يعني من خلال هذه الموافقة أو هذه المصالحة تريد أن تحافظ على بقاء قواتها التي يعني تصل أحيانا حسب الاتفاقيات إلى 10,000 جندي، منها 3,000 جندي في إطار قوة حفظ السلام الإفريقية، وحوالي 7,000 جندي في إطار الاتفاقية الثنائية بين الصومال وأثيوبيا. فأثيوبيا من خلال هذه الاتفاقية تريد الإبقاء على هذه القوات كما يقال، وأيضا الصومال تريد فيها من خلال هذه الاتفاقية أنها تريد أن ترفع الحرج عن نفسها في حالة تعنت أثيوبيا ورفضها الخروج من الصومال، لعدم قدرة الصومال على مواجهتها في ظل الظروف التي تمر بها الصومال، سواء كان ذلك تحديات حركة الشباب، الظروف الاقتصادية، المشاكل الداخلية، خصوصا وأن إقليم جوبالاند الآن في توتر مع الحكومة الصومالية. فهل يا ترى أستاذ الكريم أن حاجة البلدين لتوقيع هذه الاتفاقية والهروب من تصعيد الأزمات فيما بينهم في الفترة الحالية ربما كانت واحدة من هذه الأسباب التي أدت إلى المصالحة؟ بلا شك، يعني هذه كانت بالنسبة للحكومة الإثيوبية بالفعل تحاول أن تهرب من الأزمات الداخلية من خلال افتعال مثل هذه الأمور وإعطاء وعود للشعب الإثيوبي بأنها ستأتي بالميناء الذي كان يحلم به أباطرة إثيوبيا ونخبها في الآونة الأخيرة على الأقل، يعني في 70 سنة مضت. لكن لإثيوبيا أيضا أيادي طويلة في الصومال. الكثير لا يتطرق إلى هذا الجانب، لكن أنا كنت طالبا ذات مرة في الثمانينيات في أثيوبيا، وكنت أشاهد يعني دعم أثيوبيا يعني للحركات الصومالية وتحديدا لحركات أرض الصومال التي كانت تقاتل النظام سياد بري. ومن ثم يعني بعد سقوط النظام في عام 91 يعني ظلت إثيوبيا تعمل في تأجيج الفتن والصراعات بين أبناء الشعب الواحد الصومالي حتى لا يصلوا إلى
يعني تفاهم واتفاق وتصالح، يعني لأنه كانت مشكلة الصومال صراحة هي كانت مع الحكام، مع الحاكم سياد بري، وليست بينهم. لكن العامل الفراغ الذي تولد بعد سقوط نظام سياد بري أعطى إثيوبيا المجال أوسع ل يعني تأجيج الفتن، ومن ثم كل المحاولات التي كانت تقوم بها عدة دول مجاورة بما فيها جيبوتي. مؤتمر عرطة المعروف، المؤتمر ربما كان رقم 14 أو شيء من هذا القبيل، للمصالحة الصومالية، كلها باءت بالفشل بسبب إثيوبيا، لأنها كانت تدعم هذا الفريق ضد ذاك الفريق، وهكذا يعني إلى هذا اليوم. وقبل توقيع الاتفاقية فعلا كما أشرت جت أزمة جوبالاند يعني. وجوبالاند هذا الشخص الحاكم هناك، يعني يقال أنه من إقليم الصومال الإثيوبي. وفي الآونة الأخيرة أيضا عدد كبير من أبناء هذا الإقليم من العساكر يعني دخلوا إلى جوبالاند لمواجهة الجيش الصومالي في حال انسحاب الجيش الكيني. وكذلك هناك إشكال في بونتلاند. يعني الصومال تريد إثيوبيا أن يبقى دائما ضعيف ومتجزئ ومتقسم، وبلا يعني أي إمكانات ومقومات لإدارة دولة، يعني لا تكون فيها أي نوع من المركزية. وهذا يسمح طبعا لإثيوبيا أن تكون هي الفاعل والآمر والناهي في هذا الإقليم وفي هذه المنطقة تحديدا يعني. وهذا يتماشى طبعا مع الطموحات الإمبراطورية الإثيوبية وارتباطاتها الخارجية مع المصالح الخارجية التي أبقت منطقة القرن الأفريقي صراحة في حالة حرب وفقر إلى كل هذه الأعوام التي أخذت أجيال من أبناء هذا الإقليم. فلذا مسألة أنه الاتفاقية هل تنجح أو لا تنجح، أعتقد هذا كله مرتبط بمدى قوة الصومال في الصمود والتآخي وكذلك الوحدة الوطنية، ومن ثم يعني تفعيل كل الاتفاقات. الدولة أو الجيش الصومالي لا يحتاج إلى قوة كبيرة للدفاع عن سيادته، يعني يستطيع أن يدافع، وقد دافع كثيرا، ولكن يحتاج إلى وحدة داخلية، يعني حتى لا تؤدي إلى يعني شرخ في اللحمة الصومالية، ومن ثم تستغل لأغراض خارجية، وهذا ما يخشاه الجميع. بالنسبة لحاكم إقليم الصومال الجديد، بالفعل هو يعني يبدو سياسي أفضل من الذي سبقه، ولم يحاول أن يبادر ويأتي بتصريحات ممكن تكون يعني تؤدي إلى إشكالات أخرى إضافية إلى ما أدت إليه الاتفاقية أو اتفاقية التفاهم نفسها يعني. فكونه أحال الأمر إلى دراسته ومن ثم لاتخاذ القرار، هذا يعطيه مساحة من الوقت لاستتباب يعني الحكم في إقليم أرض الصومال، ومن ثم يعني الدخول في اتخاذ القرار في هذا الجانب. فهذا يعتبر يعني موقف سياسي يحسب له، لا سيما وأنه لا زال في عهده الجديد، فبالتالي يحتاج إلى زمن حتى من الناحية العملية، حتى لو كان يرضى بهذا الاتفاق، لكن يحتاج إلى زمن ربما لإعادة النظر فيه ودراسته من كل الأبعاد والجوانب. جميل أستاذ الكريم، شكرا على هذه الإيضاحات. أستاذ عبد الرحمن، ما مصير اتفاقية أو مذكرة التفاهم، أو بالأحرى الصومال كانت ترفض مرارا وتكرارا أنها لا يمكن أن تخوض مفاوضات أو مباحثات مع الجانب الأثيوبي إلا إذا ألغت أثيوبيا مذكرة التفاهم. ما الأمر المفاجئ الذي غير وجهة القيادة السياسية في الصومال على أن تقبل بالمصالحة أو الاتفاق أو الجلوس مع أثيوبيا لحل إشكالية المنفذ البحري أو الاتفاقية، وهي التي كانت ترفض مرارا وتكرارا بشكل قاطع أنها لا يمكن أن تقبل بأي علاقة حسن جوار أو تواصل أو حل الأزمة إلا بانسحاب أثيوبيا من مذكرة التفاهم؟ ما الذي غير؟ هل فعلا أثيوبيا ستنسحب من مذكرة التفاهم
أم هنالك أمور طارئة على الحكومة أو القيادة السياسية الصومالية أدت إلى قبولها نسبيا بجزء أو بنوع آخر من بالتنازل عن على الأقل عن الشروط المشددة في هذا الجانب؟ نعم. بالنسبة للصومال الموقف كان واضح جدا يعني، وبالفعل دولة لا تحترم سيادة دولة أخرى لا يمكن أن تتفق معها يعني وتتفاوض معها، كما كان يحصل بين الإريتريين الثوار وإثيوبيا. في أي مصالحة يعني يجب أن تعترف إثيوبيا بحق الشعب الإريتري في تقرير مصيره، وإلا لا داعي لأي اتفاق. ولكن عندما تصبح دولة مستقلة ومعترف بها هذا يختلف تماما، يعني عليك أن تحترم أنك يعني تحترم هذه السيادة وتتعامل معها على هذا الأساس. فالموقف الصومالي كان موقف سليم وقانوني، ومدخل أيضا سليم لأي اتفاق لأي حوار، حتى لا يكون مضيعا للوقت. عليه أولا الجانب الإثيوبي الذي دخل في هذه المذكرة مع حاكم إقليم وليس أكثر، يعني يجب عليه أن ينسحب منها، لأن الأعراف وكلها تشير إلى أن الاتفاقيات تتم بين دولة وأخرى وليس بين دولة وإقليم تابع لدولة أخرى. الجانب الثاني طبعا عندما تأتي إلى فض النزاعات وحل المشاكل، هناك يعني يتطلب من الجميع أن يتنازل. يعني هذا يسموه في علم الكونفليكت ريزولوشن او كونفليكت مانجمنت، اللي هو اداره الصراعات او اداره حلول الصراعات. دائما واحده من الاركان الاساسيه هو أن تأتي بنوع من التنازلات. يعني في هذا الجانب يعني أنا أتفهم ومتتبع يعني لمثل هذه القضايا مثلا الخلافية وكيفية حلها. يعني الجانب الصومالي إذا طلبت هذا الشيء قد يكون محرج كثير للحاكم الإثيوبي، فلا يستطيع أن يتقدم إلى خطوة إلى الأمام، لأنه الشعب سيأكله، أو الناس الذين وعدهم بهذا الحلم يعني لن يتركوه سليما. كذلك لما له من مكانة في أفريقيا أو في العالم وغيره، هذا سيكون محرج ومكلف جدا يعني، وقد ينهار النظام ولا يستطيع أن يوفي بأي تعهد يعني. لكن الجانب الآخر الإثيوبي كذلك أن يأتي إلى هذا الاتفاق وهو يعني مستعد للتخلي عن أي اتفاقيات أدت إلى المشاكل يعني. فبالتالي اتفاقية التفاهم هذه تكون اتلغت بمجرد توقيع اتفاقية أنقرة. هذا اللي يحصل. فللجانب الصومالي الجانب المضيف مثلا الجانب التركي ممكن أن يشير إلى مسامع الصوماليين بأن يتنازلوا قليلا، أن لا يطلبوا هذا كشرط للجلوس معه، وإنما هو سيأتي للاتفاق على هذا الشرط يعني. فبالتالي تخلوا عن هذه المقدمة وأقبلوا، ونحن نضمن لكم أن النظام أو رئيس الوزراء الإثيوبي سيأتي إلى أنقرة ويوقع معكم الاتفاق. كذلك عندما نتفاهم في الاتفاق وفي اللغة التي تستخدم ستكون تعطي نوع من حفظ الوجه للنظام، بمعنى سنقول كل الاتفاقيات أو الأمور التي أدت إلى الإشكال ستكون لاغية يعني، ولن يكون لها أي دور، وهذا سيكون هو الاتفاق الجديد يعني. إبعاد الأنظمة الانهزامية. نعم. فلهذا يعني الجانب الصومالي عندما حضر إلى أنقرة أنا شبه متأكد أنه يكون أتى بعد أن وعده الجانب التركي المضيف للمفاوضات والصلح بين الدولتين على أن إثيوبيا الآن تستعد للاتفاق ويعني احترام سيادة الصومال يعني، وهذا قد تم فعلا في الاتفاق يعني. الجانب الآخر أيضا كذلك الإثيوبي رأى موقف مصر مثلا وإريتريا والقمة التي أشرت إليها القمة الثلاثية في أسمرة، كل هذه أكدت وقوفها إلى جانب الصومال. ولمصر على فكرة لأول مرة يدخل الجيش المصري إلى الصومال يعني، وهذا طبعا أزعج الجانب الإثيوبي،
ولاحظ أن يعني مثل هذه الخطوات الغير محسوبة العواقب قد تؤدي إلى انفجار ممكن للمنطقة كلها، وقد يعطي لمصر يعني موطئ قدم في المنطقة لتراقب إثيوبيا في مسائل سد النهضة وغيرها من الأمور الخلافية بين مصر وإثيوبيا. فكل هذه الأمور قد تجعل الجانب الإثيوبي الآن يقبل للخروج من أي يعني سياسات انتهجها والعودة إلى المسار الطبيعي السليم. وقد يكون طلب في هذا الجانب مساعدة الجانب التركي بإقناع الجانب الصومالي أن لا يصر على إعلان الانسحاب من التفاهم حتى نلتقي ونعلن عن هذا الأمر من خلال الاتفاقية التي وقعت. هذا جانب. والجانب الأخير في هذا الأمر اتفاقية التفاهم على فكرة من الناحية القانونية هي غير ملزمة، هي مجرد تفاهمات للوصول إلى اتفاق ملزم يعني بايندينج. فلهذا حتى من الناحية القانونية التفاهم هو مجرد يعني إبداء حسن النوايا والرغبة للوصول إلى شيء يكون ملزم بالفعل، يعني يكون له وزن قانوني. فلهذا التخلي الإثيوبي عن التفاهم حتى من الناحية القانونية لا يعتبر حتى محل جدل، يعني حتى لو تناسوه ما هيش مثلا حاجة اتفقت عليها ومن ثم تخليت عنها يعني، وإنما هي مجرد تفاهمات ورأيت أن ليس فيها أي مصلحة، وبالتالي حتى دون أن يعلنوا في أي توقيع في أي معاهدة الانسحاب منه يعني لا يضر يعني. فلهذا الأمر الوحيد هو عدم احترام السيادة الصومالية هو الذي أدى إلى هذه الإشكالية السياسية والدبلوماسية لإثيوبيا وبين إثيوبيا والصومال، وليس لأن مذكرة التفاهم هي شيء ملزم تحقيقه يعني، وإنما مجرد تفاهم يطمح له الجانبان وكل لحساباته الداخلية وليس بالضرورة للحسابات الاستراتيجية والمصالح الاستراتيجية للدولتين أو للطرفين. جميل أستاذ أبو هاشم. قبل خواتيم هذا اللقاء أنا أشكرك على هذه المعلومات الإضافية والضافية التي أثريت بها المتلقي أو السامع أو المشاهد لإذاعة إيرنا. لكن في ثنايا هذا التطور الجديد، ما أثر هذه الاتفاقية على الاتفاقيات الموجودة أو على التحالفات الموجودة؟ بمعنى هنالك الآن اتفاقية وقعت ما بين مصر والصومال، أو اتفاقية التعاون العسكري المشترك بين هذين الدولتين. كيف ستؤثر هذه الاتفاقية على التعاون العسكري المصري الصومالي؟ وأيضا كيف سيكون انعكاساتها على التعاون الإريتري الصومالي الموجود، خصوصا وأن النظام في إريتريا يتحسس من أي تقارب لأي جهة يعني متقاربة معه أن تكون متقاربة مع أثيوبيا؟ هو بطبيعة الحال الآن الجانب الإثيوبي سيحاول أن يضغط على الصومال للخروج من الاتفاقية الثلاثية مع مصر وإريتريا، كذلك للعودة إلى يعني إلى النفوذ الإثيوبي، وهذا الضغط سيتمثل عسكريا من خلال الأقاليم والقبائل التي قد يعني يرشيها، أو ليس بالضرورة القبائل، أنا أعتذر على ربما هذه الكلمة، لكن النخب أو أصحاب المصالح في هذا المجتمع الشقيق والجميل قد يدفع به إلى الدخول في صراعات. كنت أتحدث إلى أحد الإخوة والأصدقاء الصوماليين فكان يقول لي نحن مشكلتنا قادتنا أصبحوا أنانيين، يعني لا ينظرون إلى المصالح الاستراتيجية ومصالح بعيدة المدى، فبالتالي كل قائد إذا اختلف مع القائد الآخر خلاص أشعل معه الحرب ويروح ضحيتها الإنسان الطيب المسكين من أبناء هذا الإقليم أو هذه القبيلة أو تلك. فالضغط هذا الإثيوبي سيكون له ثمن يحاول أن يحصده، وهو يعني الابتعاد عن الإريتريين والصوماليين. لكن بشكل عام
دولة احترام سيادة الصومال يعني احترام كل اتفاقيات للصومال، سواء كانت مع مصر، مع تركيا، مع إريتريا، مع أيا كانت يعني. والعكس يعني بالنسبة لإثيوبيا لها اتفاقيات مماثلة مثلا مع دول مختلفة، والصومال ليس له أي تدخل باعتبار هذا يعني يعتبر ضمن مصالح إثيوبيا السيادية ومحاميها. فلهذا الاتفاقية من الناحية النظرية قد لا تتأثر بأي شيء، باعتبار هي اتفاقية واسعة النطاق، يعني لها صحيح تحترم سيادة الصومال ومستعدة للدفاع عنه، ولكن لها أبعاد أخرى كما أشار ممكن الرئيس الإريتري في آخر مقابلة له، أنها تتضمن يعني مواضيع تتعلق باستقرار الإقليم والبحر الأحمر وكذلك المصالح المتبادلة بين هذه الدول، وممكن أن تتوسع يعني إلى شمل إثيوبيا في حال عادت إثيوبيا أو حكام إثيوبيا إلى الرشد. لكن دعني أقول لك يعني أعتقد هذه الاتفاقية ستستمر لسبب واحد، لأنه الآن الثقة يعني بين الدول وحكومة إثيوبيا مفقودة. يعني كانت بدأت يعني تتحسن، ولكن الآن بدون أي سبب مقنع انهارت. فبالتالي إعادة بناء هذه الثقة ستحتاج إلى وقت طويل، وربما إلى تغيير نظام في إثيوبيا. فلهذا يعني الاتفاقية أعتقد ستكون مستمرة، والجانب الصومالي سيدرك أن ما دفع إثيوبيا إلى المثول أمام يعني هذه الاتفاقية أنقرة يعني لم يكن يعني رغبة إثيوبيا للمراجعة والتخلي عن طموحاتها التوسعية، وإنما تحرك الصومال الناجح الدبلوماسي والسياسي والعسكري والتحالفات الصومالية مع دول مؤثرة ولها مصالح أيضا في مراقبة إثيوبيا ويعني تحجيم طموحاتها التوسعية التي تؤدي إلى اغتتال وحروب. فبالتالي كل هذه هي التي دفعت، فلا يستطيع أن يتخلى عن هذه الاتفاقيات بمجرد ممكن إشارات من أثيوبيا قد لا تصمد طويلا يعني. سيبقي على هذه الاتفاقية حتى يضمن سلامة الصومال من التوسعات الإثيوبية. ولهذا الآن في الآونة الأخيرة بعد الاتفاقية مباشرة الإعلام الإثيوبي متجه إلى إريتريا ويحاول يعني أن يثير أمور يعني الواحد يعتبرها هي نوع من إعلان حرب رسمي. يعني أنا استمعت إلى قائد الجيش الإثيوبي وهو يتحدث عن ميناء عصب كأنه هو ميناء تاريخي لأثيوبيا، وإن لم يكن لهم أي تاريخ في هذا الميناء، ولكن يحاول هذا الجانب. وكذلك ممكن التعامل مع بعض المعارضين الإريتريين واستضافتهم في أثيوبيا. كلها هذه الآن يبدو البوصلة ستنتقل إلى الجانب الإريتري، مع إبقاء الصومال تحت الإشكاليات الداخلية من بعد. وبالتالي الصومال بإمكانه أن يأخذ هذين الملفين بتوازي، اللي هو ملف العلاقات مع أثيوبيا أو التعامل مع أثيوبيا، بالإضافة إلى الاتفاقيات الموقعة مع مصر. فسيكون هنالك توازن ربما بناء على ما تقتضيه مصلحة الصومال أو مصلحة هذه الأطراف كلها مع بعضها البعض، كل من جانبه. أيضا بالنسبة للجانب الإريتري، أنا ما لا أدري، ربما هنالك تأثير على القوات الصومالية المتدربة في إريتريا في هذا الجانب، أو ربما إريتريا تنحى إلى نوع من لأنه صراحة كده معهود عن نظام إريتريا أنه كلما تقاربت دولة لها علاقة به مع أثيوبيا، كلما هو شد الحبل في أو الطرف الآخر في تأزيم العلاقة معها، وهو ما حصل مع أثيوبيا بعد توقيع اتفاقية بريتوريا للسلام. بمعنى كده أنه هل هنالك تخوف من تأزم العلاقة بين الصومال وإريتريا مثلا؟ لا أعتقد. أولا السبب الأول أن العلاقة الصومالية الإريترية هي علاقة وشائجية يعني عاطفية، فيها كثير من الحب المتبادل بين الشعب الصومالي بأكمله والشعب الإريتري. يعني تخيل، ونحن نلاحظ هذا الشيء في الخارج، يعني قد يكون هناك خلاف بين صومالي وصومالي آخر،
لكن عندما تأتي في الإريتريا الكل يتفق في حبهم له واعتباره أنه جزء من الصومال. القاسم المشترك بينهما. نحن تقريبا المشتركين. فلا أعتقد يعني ممكن تكون هناك أزمة سياسية كبيرة بين الصومال وإريتريا. طبعا الأزمات بين الساسة والقادة تكون موجودة دائما، لكن لا تؤدي إلى يعني أزمة الشعوب. أزمة الشعوب وهذا أو ما الدول قصدته. ككل. يعني هذا جانب. هو الجانب الثاني، إريتريا أنا كنت أشكك أصلا من البداية أن لا تمتلك المؤسسات العسكرية الأكاديمية لتدريب قوات دولة أخرى، يعني لأنه ما زلنا نحن في إريتريا بعد 33 سنة من الاستقلال نحن لم نستطع حتى الآن بناء مؤسسة دولة، سواء كان في الجيش أو في غير الجيش يعني. وفيها غياب تام للدستور، يعني دائما مؤسسات الدولة هي تعمل بمنهج دستوري، وفي غياب دستور معناه هي تعمل لصالح يعني قائد واحد يعني وليس أكثر. فبالتالي مثل هذه الدولة لا تستطيع أن تقدم أشياء كثيرة للصومال، ولكن مع ذلك الصومال بحاجة إلى من يعاونه في التدريب القتالي وغيره. فهذا قد يحصل من حين إلى آخر. لكن حتى الآن طبعا في الاختبار الأخير في جوبالاند هناك مؤشرات تشير إلى أن الذين تدربوا في إريتريا ووصلوا إلى استلام مواقع من الجيش الكيني لم يكونوا مؤهلين ل يعني صد أي هجوم أتى من الجانب الآخر في جوبالاند، والذين أتوا ربما من الجانب الإثيوبي ومدعومين بإثيوبيا. فعدم إدراكهم للمخاطر التي يعني كانت حتواجههم ممكن أدى إلى شوية إشكالات عسكرية. الأمر الآخر أيضا هناك شكاوى، لأنه حتى الآن الصومال نفسه لم يستطيع بناء جيش موحد يمثل كل التنوع القبلي الموجود في الصومال. فهذا أيضا سيكون عامل يعني معيق للصومال في بناء الجيش. وإلا محاولات أكثر من إريتريا، هناك محاولات لتركيا، وربما تكون هناك محاولات لمصر. ومع ذلك لكن في نهاية المطاف الذي يحدد يعني الاستفادة وكيفية الاستفادة من بناء قوة عسكرية هو الصوماليين أو الصوماليون أنفسهم، باعتبار أن إذا هم تمسكوا والجيش أصبح يمثل كل أبناء الدولة فحينها سيكون فعلا له دور فعال. لكن إلى ذلك الحين ربما قد لا يستطيع أن يلعب دور كبير في يعني في الأمن والاستقرار الصومالي حاليا. شكرا أستاذ الكريم. فعلا أنا هنا لتثبيت المعلومة فقط، ما قصدته من تأزم العلاقة أو وجود إشكالية مستقبلا بين إريتريا والصومال، قصدت من ذلك بين النظامين طبعا، لأنه علاقة الشعوب فعلا هي علاقة أزلية وعلاقة وشائجية وعلاقة حميمية يعني كما تفضلت أستاذ الكريم، لكن تظل علاقة الأنظمة هي التي تخضع لعامل الرغبة أو عامل المصلحة وعدمها. أنت ذكرت هنا أستاذ الكريم تعليق قرأته في أو اطلعت عليه أنت أيضا يبدو لي، اللي هو في انتلسايد بأنه القوات الصومالية التي تدربت في إريتريا كما قال التقرير أنها يعني أخذت أو قبض عليها أو أسر الجنود كما يؤسر الدجاج. للأسف ده كان تشبيه لا نستصيغه جميعا، ولكن أشار التقرير إلى أن هؤلاء الجنود تدربوا في إريتريا، وأن إريتريا تدريبها لم يكن، هي دولة لا تمتلك ربما المقومات الأساسية للجيش النظامي، وبالتالي التدريب العسكري المنظم، وإنما تدريب عبارة عن تدريب يعني حرب عصابات أو نحو ذلك. طبعا ده لا يقلل من أهمية المناضل أو العسكري أو الجندي أو المقاتل الإريتري صاحب العقيدة القتالية القوية والعزيمة المتناهية والشجاعة التي تفوق كل الشجاعات، وقد برهن ذلك ساحات القتال عبر السنين والأزمان. فهذه النقطة فعلا أنت الآن أثرتها وأنا تذكرتها. فيعني أسيء لإريتريا أو أسيء للتدريب أو لجانب القوة في الجيش الإريتري من خلال ما حصل في جوبالاند. تعليق أخير منك أستاذ الكريم في هذه النقطة وقبل أن نصل إلى الخواتيم. نعم. هو أولا طبعا التقارير قد تكون يعني صحيحة أو غير صحيحة، يعني قابلة للجانبين.
لغة التقرير نفسه يعني وتشبيه المقاتل الصومالي بالدجاج، هذا أيضا يعتبر يعني التقرير سياسي والدعائي أكثر منه يعني إعلامي. فبالتالي لا أخذ به يعني في الاعتبار باعتباره يفتقد إلى أبسط المقومات اللغوية والإعلامية في نشر معلومة ما إلى المتلقي العام. لكن كما أشرت أيضا يعني الجانب الإريتري له فعلا خبرات قتالية طويلة، وإن لم يستطيع الآن حتى الآن تأسيس مؤسسات دولة دستورية، ولكن في القتال بالفعل أثبت يعني حتى في الآونة الأخيرة يعني الويانة ما كان أمامهم أن يصلوا إلى أديس أبابا لا جيش إثيوبي ولا غير جيش إثيوبي. بعشرات الآلاف كانوا يقعوا في اعتقال الجبهة الوياني، يعني مثلا في الحرب الإثيوبية مع جبهة الوياني. فلولا تدخل الجيش الإريتري لأصبح الوياني الآن يعيد السلطة في أديس أبابا ويشكلوا، وبالفعل كانوا هم على وشك فعل هذا الشيء، يعني حتى أعلنوا عن حكومة انتقالية في واشنطن، وادعى كل القادة من صادقان إلى دبرسيون لا وجود لحكومة في أديس أبابا، وبالتالي لا داعي لأي تفاوض معها، وإنما على الجيش أن يسلم ويستسلم وانتهى الأمر يعني. فالجيش الإريتري هو الذي ممكن أنقذ حكومة رئيس وزراء إثيوبيا من الانهيار التام تحت ضربات جبهة التجراي. فبالتالي لا يستهان به يعني. لكن كما قلت يعني المؤسسات تفيد الدستورية تبني عقيدة، يعني حتى الجانب الصومالي على فكرة لا يحتاج إلى تدريب إريتري ولا حتى تركي. يعني شعب الصومال هو شعب مقاتل، يعني هزم أمريكا في مطلع التسعينيات في مقديشو. فشعب مقاتل ومعروف عنه، يعني يقاتل ممكن ليل نهار، يعني ما عندوش أي إشكالية في القتال. لكن المؤسسات هي التي تبني الوحدة. العقيدة لأي جيش، يعني عقيدة تحترم الوطن وتحترم الدستور والقانون وتحافظ عليه وتحافظ على مصالح الشعب والوطن استراتيجيا. وهناك يعني مؤسسات ربما تجهز وتبنى لحماية أنظمة يعني، ولهذا تنهار. الآن نحن نشاهد مثلا في سوريا يعني المفروض الجيش يكون موجود ومستمر ويتعامل مع أي سلطة جديدة قدمت إلى الدولة، ولكن لم يحصل هذا الشيء. بمجرد انهيار النظام يعني تم يعني تسريح العساكر والجيش يعني وإحلاله بميليشيات، وهذه المشكلة تواجه دول مثل ليبيا والعراق قبل سوريا. يعني الجيوش لما تجهز لحماية أنظمة وأحزاب وقادة يعني تنهار مع انهيار هؤلاء القادة والأحزاب، ومن ثم تكون يعني تنهار معها كل المؤسسات حتى يعني الرمزية منها يعني. فهذا هو ما عنيت به يعني بالنسبة. لكن في أهمية المقاتل والذي يتدرب في إريتريا دعك من الصومال، يعني لنا شاهد كبير يعني في جبهة التجراي نفسها، يعني هو تدريب عسكري إريتري بامتياز، يعني كان من جبهة التحرير إلى الجبهة الشعبية هم الذين دربوهم يعني. وأنا استمعت إلى مقابلة لأحد القادة يعني للوياني يمان جامايكا، كان مقاتل في الجيش الإريتري، وعدد منهم كانوا مقاتلين في الجبهة الشعبية والجبهة التحرير. ومن ثم لما بدأت الحركة في التجراي رحلوا إلى التجراي بعهد من الإريتريين وبدعم من الإريتريين يعني وباعتراف منهم. وحتى كل الملابس وكل الثقافة اللي عندهم الآن هي ثقافة إريترية يعني. الآن حتى الأمحرة نفس الشيء، يعني هم الآن يعني أخذين من بالثقافة القتالية الإريترية يعني، وحتى الملبس والحذاء عزك الله يعني وعز كل المستمعين هو ذلك الحذاء الشدة يعني المعروفة عندنا في إريتريا، والفوطة والكمان المعوض، هذا يعني الشيء الذي نضعه عند الحاجة يعني القماش معروف يعني. فالمهم كل الثقافة القتالية والتنظيمية الموجودة في أثيوبيا نفسها
هي اللي آتية من إريتريا، ولا زال يعني الحكومة الإثيوبية لم تستطع مواجهة هذه التنظيمات التي تم تدريبها أو كمان متأثرة بالثقافة القتالية الإريترية. فمن ناحية القتال لا أعتقد هناك أي إشكال، لكن من ناحية العمل المؤسساتي للتنظيمات العسكرية وللمؤسسات الدولة يحتاج إلى فعلا نهج ومنهج يعني مختلف عن يعني تأسيس جيش ليدافع عن تنظيم أو قادة أو حزب أو أيديولوجية معينة. وهذا ما تتطلبه إريتريا المستقبل فعلا، أن يكون هنالك جيش ذا قيادة، ذا عقيدة قتالية وطنية، يعني تتسم بالانسجام والتوازن والتفريق بين المصالح الضيقة للقادة ومصالح الوطن العليا. صحيح. أستاذ عبد الرحمن سيد أبو هاشم، أشكرك على تلبية الدعوة وعلى إثرائك لهذا اللقاء وللمشاهدين والمستمعين، والكلمة الأخيرة إليك. أشكر الأخ أستاذ إدريس وكذلك إذاعة أرينا، ولهذه الإذاعة طبعا دور كبير جدا في الوصول إلى المستمع الإريتري والمشاهد الإريتري، فأرجو أن تستمر، وهو جهد يعني كبير جدا يحتاج من الجميع يعني التفاعل معه ودعمه قدر المستطاع. ونتمنى أن تحافظوا على المهنية. نحن نعاني في هذا الجانب، ليس فقط في جانب إريتريا والدولة الإريترية والنظام الإريتري، وإنما حتى في الإعلام نفتقد إلى المهنية أو الحيادية في تقديم المعلومة والتحليل. فلهذا يمكن لإرينا لها موقع جميل ومتميز، ولها ارتباطات أيضا مع مؤسسات مماثلة مهنية إعلامية. فبالتالي استثمار هذا الشيء لتطوير العمل الإعلامي الإريتري المهني إن شاء الله. وتحياتي لكم ولكل العاملين في هذه المنصة، وكذلك للشعب الإريتري بقدوم أعياد الميلاد والعام الجديد، متمنيا للجميع إن شاء الله عام أن يكون فيه السلم والأمان والأمن والرخاء إن شاء الله. تحياتي للجميع. شكرا أستاذ عبد الرحمن سيد أبو هاشم، وتحياتنا لك، وكل عام وأنت والمشاهدين والمستمعين بألف خير وصحة وعافية. وكنتم مستمعي الكرام في هذا اللقاء مع الأستاذ عبد الرحمن سيد أبو هاشم، المحلل والناشط الحقوقي في القرن الإفريقي. وكان حديثنا كما استمعتم وتابعتم عن التطورات في أزمة القرن الإفريقي التي شهدتها المصالحة الصومالية الأثيوبية في أنقرة في 11 من ديسمبر الحالي. إلى أن نلتقيكم في لقاء آخر، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.